ايه يا اخي؟ يا بطلي بطلي هتموتني يا دي في مالك يا بطلي بتموتني يا عم حسام. يا عم سمير بطلي الحقني بتقطعني. هدي اعصابك بس، هيقول لك بطني وجعاني. ده لي 3 شهور نام في السكن يا حاج سمير. ورد 3 شهور نايم كده يوم ما تعرف تشتغل حتموت. والله هتموتني يا عم سمير انت عم عصام والله. طب ودي له دكتور ودي له اي حاجه يا اخي. هدي اعصابك انت الحاج سمير، ده اول يومين هيطلع النهارده. شايفينها؟ طب انت اكلت حاجه؟ لا ما اكلتش شيء وجعاني كوسه انا هروح معاه. هو ليش دعوه بيه، عارف هيتعامل ازاي. لا هروح معاه لازم اكشف طب عليه. وديها. لا انا لازم اروح معاه. لا روح انت الشغل. لا مش هشوف. لا انا هروح السكن لحالي. انت عارف طريق السكن. روح شوف لك كنبه اقعد عليه ولا مكان تتكلم فيه في التليفون. روح كم كلم. ايوه بطنك يا اخوي، بطنك يا تلم. تزعلش عليه ده من ساعه ما جو هو حالتك ده معاش غير التليفون 24 ساعه. يا اخي بيت ابوه. طب ده عليه كوميديون الله يسد بيت ابوه. كوميديون مش كوميديون. لوك النهار كلها في التليفون. يلا يا عم سمير خلينا نشوف شو معيشنا. لا خليك براحه عليه يا اخي. بالراحه صح يكون اكل حاجه من الشارع ولا حاجه بطنه. بالراحه في الحمام يا حاج سعيد. يلا بينا نشوف معيشنا احنا. يلا يا عم سمير. لما نجينا مكان اي حد يجي هنا يشيل شيلته اطلع. ابغى نقعد معاه والله غير دم الله يخليك. لا ما غيرش دمك. ما تزعلش عليه يا اخوي. وهي كلهم وهو ودع صامد على كده. امال متى جاب المكنه الجديده؟ ما كله قلت لي مال ابوك يا اخوي مدعي الفقر نشف ريقه على فلوس الفيزا، وانت جيب لك مكنه ب 30 دي ولا تعمل لها 30 و 40 الف ماكله ساعتها دي. وين الكيس الاسود اللي قدامه ده؟ تلاقي ابوه بعت له فلوس في البسطه يا ابوي، شغال يلم في الفلوس معك وانا ومدعي الفقر. فلوس الفيزا نشف ريقه اللي خلاني استلفت ومديت يدي للسوى المسواش، وانت شغال اخوك ولدك يوم رايح البسطه واخوك يوم رايح البسطه شغال تلموا وتكنسوا كنس في الفلوس. معلش عاد يا حاج سمير. تلاقيت دقيقه يا سعيد، دقيقه يا ابوي. معلش والله ما تاخدش في بالك، انا تلاقيت في اللي حصل ده وحاله الوفاه ونسيت ما نسالك على عيالك. والله العظيم الحال ما يفرش. ليه يا ابوي؟ اقعد يا مسعيد. والله انا البت سيبتها كان عمرها 2 سنين. نزلت اخذت شهر عشان نعرف البت نحطها في حضني ولا في باطي، ما عرفت. وهي البت مش عارفاني. البت مش عارفاك؟ ما انت ما عارفانيش، مش مربيها عمها. ما لازم يقدر طيب. طبعا نعمل ايه طيب؟ انت عاملها هي الغربه غيرك ده طيب؟ بحالها، حال الغربه وحالها اعمل حاجه. معلش تتعود. انت سعيد ليه مش هتكلم عيالك اشكول يا سعيد؟ والله بطمن عليهم من بعيد لبعيد. ليه؟ مش قادر اكلمهم، كل ما اكلم البيت والولد يقعد يبكوا. يقعد يتناقضوا لي في التليفون. ما بقيتش مستحمل ولا بقيتش قادر. خلاص تعبت. فبطمن عليهم من بعيد لبعيد. كمان ايه؟ اكلم عماتهم، خالاتهم. مش قادر خلاص. ثواني سمير في تليفون رن. دقيقة ما انا عارفهم الجماعة. دقيقة يرنوا علي. استر يا رب. الو. ايه في الصوت ده حاسس فيه حاجة غلط انا. ايه في ماله وردي؟ عمل ايه؟ حادث؟ بيه؟ بالموتوسيكل؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ده بقى يا عم سمير نعمل ايه انا دلوقتي؟ خلاص يا شيخ ان شاء الله ايه نهدى ايه يعني؟ ما عرفش ايه اللي حصل لي انا. رجلي اتكسرت ولا رجلي هتتقطع ولا هنعمل ايه انا دلوقتي انا؟ يا ابوي ان شاء الله خير. ما انا ما بعيد مش عارفهم. طب اعمل ايه هناك؟ قوم حرنا عليهم تعال. ترن عليهم طمنا ان شاء الله خير. هم رن عليك خاف لحد غريب يقول لك يضرعك. ما هم رن عليك عشان يطمنوك. خير. يلا يا عم سمير قوم يا عم. يلا الله محمد رسول الله. ايه يا عم سمير كده شغل من ورا بعد الكوم. عمك عصام عمل حادثه. عم حسام؟ ايوه. طب هي بسيطة؟ وانت فاكر التليفونات ايش تعرف بسيطه من الثقيله؟ لا مش بتكلم. لا عرفنا بسيطه مش بسيطه احنا في المناطق اللي قاعدين فيها دي. لا اله الا الله. يا
غربة واخدانا يا غربة واخدانا ولا لاقيين العدل فيكي وتعبنا بأمانة يا غربة واخدانا يا غربة واخدانا ولا لاقيين العدل فيكي وتعبنا بأمانة مجرح ولا لاقيين طبيب بنهاجر ونقول نصيب مجرح ولا لاقيين طبيب بنهاجر ونقول نصيب في منا اللي بيموت غريب وده الشيء البكانا يا غربة واخدانا يا غربة واخدانا ولا لاقيين العدل فيكي وتعبنا بأمانة بنغامر فيكي وبنخاطر نوقع ما يوقع إلا الشاطر بنغامر فيكي وبنخاطر نوقع ما يوقع إلا الشاطر نرجع مكسورين الخاطر ما تحققش منانا يا غربة واخدانا يا غربة واخدانا ولا لاقي